تنساش تشترك في القناة ديالنا وتفعل زر الجرس باش توصل بجديد فيديوهاتنا، وشكرا لك. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. كيقولوا ناس زمان طرف ديال الخبز صعيب، ولكن فاش كيولي طرف ديال الخبز مغمس بالدم وبالخوف هنا كتحبس الهضرة. كنا كنعرفوا شباب مكافحين اختاروا يخدموا بعرق كتافهم، ركبوا على موطور وهزوا صندوق في الدار ديالهم وكيبقاو كيجروا في الزناقي باش يوصلوا ليك وليا الماكله حتى لباب الدار سخونه وفي الوقت. هاد الناس اللي كنشوفوهم ليل ونهار كيواجهوا البرد، الشتاء، الزحام ومخاطر الطريق. ولكن اللي وقع مؤخرا في مدينه الدار البيضاء، بالضبط في منطقه عين الشق، كيبين لنا باللي الخطر ما بقاش غير في حوادث السير، الخطر كاين حتى في البشر بطبيعه الحال، ولا في الناس ما بقاش قلبهم الرحمه. ناس كيستغلوا الخدمة الشريفة باش ينصفوا فخاخ مميتة. اليوم غنحاولوا نعيشوا تفاصيل واقعة خطيرة وقعات كتشبه الأفلام الرعب. أبطالها عمال توصيل بسطاء وعصابة إجرامية خططت بذكاء شيطاني باش تسلبهم رزقهم وحياتهم في آخر الليل. شنو وقع بالضبط وكيفاش قدروا هاد اللي ليفرور يطيحوا بأخطر عنصر في هاد العصابة، وكيفاش تحولات كوموند عادية إلى كمين بالسيوف. هادشي اللي غنعرفوه في هاد الفيديو. الحكاية بدات في واحد الوقت اللي الأغلبية فينا كيكون ناعس ومرتاح في فراشو. كنشوفوا الساعة كنلقاو 3 ولا 4 ديال الصباح. هاد التوقيت بالذات ما اختارتوش العصابة عبثا، لا، هادو ناس عارفين شنو كيديروا، مخططين لكل خطوة. ففي منطقة عين الشق بالدار البيضاء كاين واحد المطعم ولا مطاعم كتبقى سهرانة وكتبقى خدامة كتسربي الوجبات السريعة للناس حتى لذاك الوقت. المجرمين رصدوا واحد من هاد المطاعم وعرفوا باللي كاينه واحد الحركه ديال التوصيل كتبقى خدامه، داكشي ديال ليفريزون. ولكن علاش 3 أو 4 ديال الصباح بالضبط؟ المصادر الامنيه والتحقيقات كشفت على واحد النقطه خطيره. العصابه عارفه باللي عامل التوصيل ليفرور في هذاك الوقت كيكون جامع الروسيطه ديال ليفريزون، يعني كيكون هاز معاه الفلوس ديال ديك الوقيته اللي خدام التوصيلات، يعني عنده الفلوس في جيبو والهمزه كاينه. الخطه كانت كالتالي: واحد من افراد العصابه كيهز التليفون، كيتصل بالمطعم في حدود الساعه 3 ديال الصباح وكيطلب واحد الكوموند عاديه بحال اي زبون باغي ياكل ديك الساعه، وكيحدد مكان التسليم في واحد المنطقه نائيه خاليه ومظلمه باش يضمنوا ان الضحيه ما يلقى فين يهرب وما يلقى حد يعاونه. تخيلوا معايا الموقف: الشاب الليفرور غادي بالموطور قاطع مسافه في الخلا والظلام، باغي غير يوصل الطلبيه ويشد الخلاص معاهم الفري ديال التوصيل ويرجع في حاله. كيوصل للمكان المحدد، هنا كتبدا المسرحيه. كيخرج عنده شخص واحد بوحدو كيتسلم منه الطلبيه بشكل عادي جدا باش ما يثيرش الشكوك ديالو. السائق كينزل كيبغي يدير يدو في جيبو ويرجع الصرف للخونه، وفجاه كيتحول المكان الى ساحه حرب. كيخرجوا 7 ديال الاشخاص اخرين، ماشي واحد ماشي جوج، 7 ديال الوحوش ادميه ملتمين وجوههم مغطيه وفي يديهم اسلحه بيضاء وسيوف. كيحاصروا الضحيه المسكين من كل جهه. السائق كيتشل في بلاصتو ما يقدر ما يدير، كيشوف الموت قدام عينيه. الهدف ديالهم واضح: اجبد التليفون وجبد الفلوس اللي عندك. هاد السيناريو تكرر حوالي 4 مرات. 4 ديال الضحايا عاشوا هذا الرعب، وتسرق ليهم رزقهم ورزق وليداتهم تحت تهديد السلاح. وهذا الشيء كله في منطقه معزوله فين الغوات ديالك ما يسمعوا حد. ولكن كيف كتعرفوا فالظلم ما كيدومش وربي ما كيضيعش حق المظلوم. في واحد الليله العصابه عاودت نفس السيناريو، اتصلوا طالبوا بكوموند، ولكن هذه المره عمال التوصيل حسوا بشي حاجه ماشي هي هذيك. خلال المكالمه الهاتفيه مع الزبون المفترض، السائقين سمعوا اصوات متعدده وجلبه في التليفون بنادم كيدوي بزاف وهذا الشيء خلى الشك يدخل ليهم. كيفاش واحد باغي يتعشى بوحدو في 4 ديال الصباح وكاين صداع بزاف حداه، يعني كاين بنادم كيفاش غير هو اللي غادي يطلب ليه ودوك الناس اللي معاه ما طلبش. دارت الشكوك واتفقوا دوك 4 هذوك الضحايا اللي وقع لهم داك المشكل، نسقوا بيناتهم، تفاهموا، قالوا على انهم ما غاديش يمشيو بوحدهم. تجمعوا 4 ديال عمال التوصيل وزاد معاهم حتى واحد الحارس ليلي باش يكونوا قوة واحدة.
وتحركوا للمكان المحدد. بمجرد ما وصلوا تأكدوا من الكمين، الأمور تقلبات على العصابة. في نفس الوقت كانت المصالح الأمنية حاضرة ودارت خدمتها. رجال الأمن اللي كانوا نسقوا معهم تادوك الدراري اللي كيديروا الليفريزون حاصروا المكان، والمجرمين اللي كانوا حاسبين رؤوسهم صيادة زقوا هما اللي تصادوا. بمجرد ما شافوا الأمن والكثرة الملتمين هربوا وتشتوا، كل واحد فيهم مشى ولاحوا السيوف اللي كانت في يديهم باش يتخلصوا من دليل الجريمة. ولكن بفضل الله وبفضل واحد الشاهد ساكن في المنطقة شاف الواقعة من الشرجم ديال دارو، قدر يرشد البوليس للمكان فين خباو السيوف. النتيجة تم اعتقال المتهم الرئيسي في هذه العصابة. بعد ما شدوه البوليس دوز الحراسة النظرية، تمت إحالة الملف ديالو على الوكيل العام للملك محكمة الاستئناف مدينة الدار البيضاء. دابا راه طاح واحد والباحث جاري على 7 الآخرين اللي هربوا، ومسألة وقت وغادي يطيحوا حتى هما. دابا اجي نتكلموا بلغة القانون باش اي واحد كيفكر يولي فحال هكا ويهز السيف على عباد الله ويبدا يجريسي فيهم، خصو يعرف شنو كيتسناه. على حساب ما قالته جريدة الصباح اللي نشرت هذه الواقعة، فالوكيل العام للملك أحال المتهم على القضاء بتهم ثقيلة بزاف. التهمة الأصلية هي السرقة الموصوفة باستعمال السلاح، في هذه الحالة خونا غيطبق عليه الفصل 507 من القانون الجنائي المغربي اللي واضح وما فيش اللعب. الجريمة متوفر فيها ظروف تشديد، اولا كاين استعمال السلاح السيوف، ثانيا تعدد الجنات يعني احنا امام تكوين عصابة اجرامية، ثالثا كاين الليل والتوقيت المتأخر، رابعا استعمال ناقلة للهروب. يعني هاد الشباب اللي طمعوا في 2 دراهم ديال الليفرور دابا خرجوا على حياتهم ومستقبلهم وغادي يقضيو شبابهم وراء القضبان. واش هاد الشي كيستاهل؟ حاليا كيف قلت تم اعتقال واحد وباقي 7 روشيرش. قريبا غادي نسمعوا على انهم سقطوا بين ايدي الامن وتمت احالتهم على المحكمة. في الختام ديال هذه الواقعة اللي كتبين لنا 2 حوايج. اولا تحية كبيرة لرجال الامن اللي سهروا على امن المواطن، وتحية لهذوك السائقين الابطال اللي ضامنوا ما خافوش وفضحوا هذه العصابة. ثانيا رسالة لكل عامل توصيل، رد بالك وحاول ما تمشيش لأماكن نائية بوحدك في الليل متأخر، ولا شكيتي في شي حاجة علم صحابك وعلم البوليس. الروح ديالك أغلى من أي كوموند. عارف بنادم على أنه مسكين كيتقاتل تلقى كتربح في كوموند 10 دراهم ولا شي حاجة، ولكن أخويا راه السلامة أغلى من ديك 10 دراهم ولا 20 درهم. كنتمناو في الأخير على أن القضاء يضرب بيد من حديد باش تكون هاد العصابة ومثيلاتها عبرة لأي واحد كيفكر يروع أمن المغاربة. هادشي راه غيض من فيض من الوقائع اللي كتوقع. المجرمون طوروا أساليبهم في السرقة وفي الكريساج، وحتى الناس حتى هما خصهم يطوروا في الوقاية ديالهم ويكونوا على بال ويخدموا شوية عقلهم. لا يعقل على أنك تمشي لمنطقة خلاء مع ديك 3 الصباح ولا 4 الصباح باش تليفري كوموند. حتى رابح في هادشي كامل. في الأخير ما نساوش على أنكم تخلوا تعليقكم في هذا الفيديو وتقولوا لنا نتوما اشنو بان لكم في هذه الواقعة، وكيفاش كتشوفوا دائرة الاعتداء على عمال التوصيل بحال داكشي ديال جلوفو. خليوا لنا آراءكم. ما تنساوش أنكم تشاركوا الفيديو باش يوصل التحذير للجميع، وإلى عجبكم المحتوى اللي كنقدموه ما تنساوش أنكم تشتركوا في القناة. وإلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.